مساء الخير، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاقتصادي علشان بكره. النهارده بنفتح ملف مهم من الملفات الاقتصاديه، وهو الملف الاقتصادي اللي خاص برئيس الولايات المتحده الجديد جو بايدن. طبعا كلنا عارفين ان الاقتصاد الامريكي بيأثر على اقتصاديات العالم، ممكن يأثر في منطقه الشرق الاوسط واوروبا والدول المختلفة. عندنا طبعا الاقتصاد السابق او لغايه دلوقتي حالي هو اقتصاد رئيس اللي هيبقى سابق في يناير او 22 يناير عند تنصيب الرئيس الجديد وهو ترامب. الحقيقه حقق نجاحات كثيره جدا في الملف الاقتصادي، واهتم جدا بمصلحه واولويات الامريكيين في المقام الاول، ولكن على حساب اشياء اخرى. عموما احنا هنتكلم على الفترة القادمة من الملفات الاقتصادية المهمة، سواء ملف الطاقة او ملف طبعا قطاع الاعمال بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، والعلاقات الخاصة جدا ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الامريكية. هل بايدن سوف يسلك نفس سلوك ترامب مع الصين ولا لا في الفترة القادمة؟ ايضا ملف خاص بالاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات اللي أبرمت في الفترات السابقة وأخلى بيها ترامب. هل بايدن هيوعدها مرة أخرى في سياقها؟ ده اللي هنتعرف عليه حالا، وهنقترب من مشهد ايه اللي ممكن يحصل، سيناريوهات الكتيرة اللي ممكن تحصل في الفترة القادمة والتشابكات الاقتصادية اللي تخلى عنها ترامب. هل سوف يعيدها مرة تانية بايدن ولا لا؟ وده طبعا يعني هنقترب منه من مش بس من المشهد، لا، المشهد الانتخابي، لان رئيس المنتخب لما بيرشح نفسه بيقدم فايل او البرنامج الانتخابي بتاعه، بيبقى فيه جميع الملفات اللي هو ناوي يعملها خلال 4 سنوات تنصيبه، وفي نفس الوقت بيلتزم بيها في امريكا، يعني ملتزم بيها تماما زي بايدن، عفوا زي ترامب في ال4 سنوات اللي هو فعلا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كان ملتزم بالوعود الاقتصادية اللي وعدها أيام ترشيحه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. هنقترب من المشهد بشكل كبير، مشهد الاقتصادي، مع دكتور عبد المنعم السيد، وهو مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. ده موضوع الحلقة الأساسي. الموضوع الأولاني زي ما عودتكم دايما بنبقى عاملين بانوراما على اهم الاخبار الاقتصاديه، ودايما يعني بنبتدي نتكلم على البورصه المصريه برغم انها حالها فيها تباين، لكن على العموم ان البورصه المصريه مؤشراتها ارتفعت، وتحديدا صعد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه، ويعني نقدر نقول من التفاؤلات او المؤشرات الايجابيه، سواء على مستوى الولايات المتحده الامريكيه، سواء على مستوى العالم، سواء على مستوى البنك الدولي. يمكن اشاد بالاقتصاد المصري وعمليه الاصلاح الاقتصادي مؤخرا، توقعات صندوق النقد الدولي ايضا للاستقرار في منطقه الشرق الاوسط، من ضمنها اقتصاديات المصريه. فده بيأثر على التعاملات والاستثمار والتداول داخل البورصه، وده واضح من خلال الارتفاعات المختلفه لمؤشرات البورصه. من الاخبار المهمه ايضا طبعا البنك المركزي يمكن امبارح اصدر قرار بخفض سعر الفايده 0.5%، وده من الاخبار المهمه على اعتبار ان هذا بيصب في مصلحه الاستثمار في مصر. ده بيعمل تنشيط للاستثمار، لعمليه الاقتراض، لعمليه افكار الكتيره اللي ممكن الشباب يحبوا يقدموا على قرض علشان المشروعات الصغيره والمتوسطه. من الأخبار المهمة والجزء الآخر اللي احنا ممكن نتكلم عنه اللي هو مكمل الجزء اللي احنا هنتكلم فيه، هو ملف الاقتصادي لبايدن. هنتكلم على ملف الطاقة، وبنتكلم من الفترة الحالية ان في انخفاض لأسعار النفط عالميا، وطبعا علشان في توقعات لموجة تانية من الكوفيد 19 او فيروس كورونا. وزي ما احنا شايفين ان الدول الاوروبيه بدات انها تقفل، وده بيأثر على حركه الطيران، وبالتالي بيأثر على احتياجات الدول بالنسبه لمخزون النفط. وطبعا احنا هنقترب من مشهد ملف النفط تحديدا والطاقه مع دكتور جمال القليوبي، وهو استاذ هندسه الطاقه والبترول. استاذ دكتور جمال، اهلا بحضرتك. وخلينا نقترب من المشهد ونشوف الانخفاضات المتلاحقه بالنسبه لخام برنت وعقود الاجله للبترول. كلمني على هذه الانخفاضات، اسبابها ايه في الفتره الحاليه؟ مساء الخير عليك. مساء النور. مساء النور.
خليني اقول لك، ويمكن الانخفاضات كانت انخفاضات طفيفه، كانت بتتراوح ما بين 1.5% ل 3%، وكنا بنتكلم على ارقام لم تصل الى اقل من 38 دولار، ولم تتخطى حيز ال 43.7 دولار. ويمكن في خلال الثلاث ايام اللي فاتت كان هناك اخبار جديده بالنسبه لشركه فايزر الامريكيه، والتي اعلنت عن وجود لقاح جديد لعلاج الكورونا. يمكن في الثلاث ايام اللي فاتت ديت شهد اسعار النفط نوع من اعاده الطلب مره اخرى، وتجميد ما تم الافصاح عنه من تنازل كثير من التعاقدات الاجله لكثير من الدول وكثير من ايضا المؤسسات العالميه في اسعار النفط التي كانت هناك عليها تعاقدات في البورصات العالميه، وبالتالي عوده مره اخرى بدا ارتفاع اسعار النفط في خلال الثلاث ايام اللي فاتت الى ان وصل الى الحيز 43 دولار فاصل 5. اللي احنا بنتكلم عليه هناك ثلاث اسباب. يعني كما تعلمين جيدا منظمه الاوبك التزمت في خلال الاربع شهور اللي فاتت ديت بخفض مستوى المعروض، وبالتالي منظمه الاوبك بكامل قدراتها كانت بتصل الى حوالي 31.6 مليون برميل يوميا. احنا بنتكلم على منذ ان تم خفض الانتاج وصل حجم الانتاج الحالي ل 24.6 مليون برميل، وبالتالي هذا الحجم الذي اتفقت عليه منظمه الاوبك والاوبك بلس يمكن سوف يكون هناك اجتماع في يوم 30 نوفمبر اخر هذا الشهر و1 من ديسمبر يكون هذا الاجتماع في نوع من التفصيل للاتفاق المبرم ما بين الاوبك بلس والدول في عمليه المخزون، في عمليه الطرح نفسه في الانتاج. هناك كثير من الدول عادت مره اخرى بعد ان كان هناك توقف كبير، كان هناك توقف في كثير من منطقه النفط الليبيه، وبالتالي عاد الانتظام الان الى ضخ النفط الليبي. هناك كان تاخير كثير في بعض الحقول العراقيه نتيجه عمليات صيانه الابار واعاده احلال وتجديد جزء من البنيه التحتيه للشبكات وخطوط المد، وبالتالي عادت مره اخرى الى عمليه الضخ. وبالتالي احنا بنتكلم على ان منظمه الاوبك لديها حلين في الفتره القادمه. الحل الامثل وهو الانفتاحيه عن حل كورونا، فهذا سوف يؤثر ايجابا على كل من سياسه النقل في العالم وسياسه الصناعه العالميه، وبالتالي سوف يزيد الطلب على النفط. وبالتالي احنا لقينا الكلام ده منذ ان اعلنت فايزر عن هذا اللقاح، وبدا عمليه الطلب والالزام في العقود الاجله في كل البورصات العالميه، وبالتالي بدا يرتفع اسعار النفط. النقطه الثانيه وهي ان هناك الان نوع من السلطه الانتقاليه ما بين الرئيس ترامب وجون بايدن، والمتوقع انها تنتهي او تبدا في 20 يناير من العام القادم، وبالتالي هذه نقطه سوف تعيد مره اخرى الحسابات لدى المخزون النفط الاستراتيجي الامريكي، والذي بدا ترامب يمكن في خلال الشهرين اللي فاتوا يبدا يعمل عمليه طرح لاكثر من 4.5 مليون برميل للبيع المباشر، وبالتالي ده اثر بعض الشيء على بعض ما هو لديهم متاح من المخزون الاستراتيجي للنفط الامريكي. وبايدن له من سله التزاماته مع شركات النفط، وده كانت في خلال حملته الانتخابيه في ان هو عوده مره اخرى لسياسه النفط العالي، اي رفع اسعار النفط الى ما فوق ال 50 دولار، وهذا هو المتوقع حتى يتم اطروحه اكثر من 4 شركات عالميه لدى الولايات المتحده الامريكيه بتعمل في عمليه النفط الصخري، وبالتالي سوف يكون لديها عائد اقتصادي وتعود مره اخرى الى عمليات البحث والتنقيب والحفر. لان يعني بايدن هيحيي عمليه الاستكشافات مره اخرى بالنسبه لهذا الملف لهذه الشركات بمجرد ان سعر برميل نفط يزيد عن ال 50 دولار، لان 50 دولار ده بالنسبه لهم في عمليات التكسير الهيدروليك لكل هذه المناطق بيكون اقتصادي بالنسبه لهم. وبالتالي لو انت بصيتي في الفتره اللي فاتت دي كلها خلال سنه ونص، مستوى عدد الحفارات لدى الولايات المتحده الامريكيه انخفض من حيز 920 حفار لديها الى ما يقل عن 350 حفار لدى الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي المعادله سوف تكون معادله متزنه اذا ارتفعت اسعار النفط لديهم من 50 دولار. النقطه الثالثه دي برضو في غايه الاهميه برضو، وهي ان سياسه منظمه الاوبك في الفتره القادمه سوف تعتمد اعتماد مباشر الان على عمليه حث الاعضاء على الالزام والالتزام بالحصص من الاعضاء. يخرج عن هذا الاطار هي ايران،
ويمكن إذا تم تطبيق العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، وبالتالي وهو إلزام بعض من الدول يتم تهريب لها جزء كبير جدا عبر خطوط النفط، إما إلى قطر من خلال الخط البحر العرب، وإما إلى أذربيجان، وإما أيضا إلى تركيا. وبالتالي الثلاث دول دي بتعين الدولة الإيرانية على الانفتاحية في بيع من النفط، وبالتالي بيزيد من حجم المعروض إلى كل من دول الجنوب الآسيوي، وده بيعطي نوع من التلجيم لسعر برميل النفط في عدم الارتفاع. ولكن يمكن الاجتماع القادم في 30 نوفمبر ده سوف يشهد نوع من الظهور لدور الولايات المتحدة الأمريكية في عملية تطبيق العقوبات، وظهور أيضا لعملية انفراجة داخل الدول الأوروبية لطرح الصناعات وعودة مرة أخرى إلى نشاط المصانع. نرجع بقى للشرق الأوسط، ومؤتمر كان بيقام في هذا الأسبوع في الإمارات وأدبك. إيه أهمية هذا المؤتمر؟ مؤتمر أدبك وده مؤتمر بتعمله شركة أدنوك والشركة الإماراتية الأم لكل الشركات لديها. ده مؤتمر تكنولوجي يجتمع فيه كل مؤسسات وكل شركات البترول العالمية في البحث والتنقيب وعمليات الإنتاج وأيضا عمليات الشحن. ده بيشمل كل أكثر من 10,000 شركة عالمية، دي بتقدم أبحاثها وبتعرض كل منتجاتها التكنولوجية. وأيضا مؤتمر يمثل جزء من نجاح مستوى الأبحاث التطبيقية على مستوى الشركات العالمية، وطرح هذه الأفكار كيف تكون هناك نوع من التنشيط لهذه الشركات داخل الشرق الأوسط، وأيضا دعم معظم تكنولوجيا عمليات الحفر والتنقيب والنقل والشحن عبر تكنولوجيا الأنابيب أو تكنولوجيا الإسالة، وأيضا الاستهداف القادم إلى المناطق المستهدفة في عملية البحث والتنقيب والتركيز عليها في عمليات مستقبلية للشركات العالمية. ويمكن المرة دي أو المؤتمر المرة دي مركز على أهم الحلول التي سوف يذهب إليها العالم لزيادة حجم الاحتياطي العالمي، وبالتالي المؤتمر مركز على منطقة آسيا ومركز أيضا على المستقبل الإفريقي وكيف يمكن أن يتم استخدام تكنولوجيا البحث عن بعد والاستشعار عن بعد في توصيل أو تحديد الأماكن التي قد يتواجد فيها مكامن للبترول والغاز الطبيعي. نرجع بقى لملف البترول أو النفط والغاز لمصر بقى. يعني موقفنا ايه في الوقت الحالي بالنسبة للغاز؟ وصلنا لغاية فين من الاستكشافات؟ والمخزون بالنسبة لنا بيسد احتياجاتنا لغاية امتى؟ خليني اتفضل. خليني اقول لك، احنا كدولة مصرية احنا نجحنا الحمد لله، ويمكن بقى لنا دلوقتي منذ الرابع من 2018 لغاية النهارده احنا دولة لدينا القدرة على الانتاج ووفرة من الغاز. احنا ننتج حوالي 7.4 مليار قدم مكعب غاز يومي. حجم ما تستهلكه الدولة المصرية يمكن حوالي 6.8 مليار قدم مكعب. لدينا فائض من الغاز، لدينا قدرات على عمليات الإسالة، ويمكن كما تم التصريح عنه يمكن الشهرين اللي فاتوا بدأنا عملية تصدير لشحنات الغاز المسال. وزي ما بقول القيادة السياسية تؤثر على كل الآليات الاقتصادية في البلد بالقيمة المضافة، وبالتالي نحن نسعى جاهدين أن ما لدينا من وفرة للغاز سوف يكون منه قيمة مضافة تعيد وتضيف وتقوي الاقتصاد المصري، سواء من صناعات البتروكيماويات أو من صناعات الأسمدة أو من صناعات الغاز المسال. وبالتالي الثلاث أشياء هم دولت اللي خلوا ثقة للدولة المصرية كدولة محورية في هذا التوقيت. احنا يمكن في خلال الأسبوع اللي فات تم التصريح عن دخول حقل جديد وحقل القطامية بمعدل يصل إلى حوالي 50 مليون قدم مكعب غاز يومي، وده بيضاف إلى كمية اللي بيتم إنتاجها يوميا، وبالتالي هذا يدعم عمليات البحث والتنقيب والتنمية والتطوير اللي بيستهدفها قطاع البترول المصري وتستهدفها القيادة السياسية للوصول إلى مكان مستقبلية تزيد من المخزون الاستراتيجي للدولة. واحنا بنستهدف 2035 ان يكون لدى مصر استمراريه فيما لديها من مقدرات من الغاز الطبيعي ومن الزيت الخام. انا بشكر حضرتك على هذا التعليق، ويعني تفاؤل بالنسبه لملف الغاز في مصر
بيضيف لنا كثير في الموازنه العامه للدوله. بشكر حضرتك على وجودك معانا دكتور جمال القليوبي، هو استاذ الهندسه البترول والطاقه، وبنشوف التقرير القادم وزياره الرئيس الى اليونان والعلاقات اليونانيه المصريه والتعاون الاقتصادي السياسي والاجتماعي على شتى المجالات. نشوفه من خلال هذا التقرير. نبتدي حلقتنا حالا حول الملف الاقتصادي لجو بايدن. العالم هتأثر ازاي بالنسبة لتنصيب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية؟ توجهاته ايه بالنسبة للملف الاقتصادي؟ علاقاته واتفاقيات التجارية هتعود مرة أخرى تاني لسابق عهدها في أوباما ولا لا؟ موقف المصري برضو بالنسبة لقرب العلاقة في هذا الملف، هل هنستفيد استفادة بوجود بايدن، واحنا بنستفيد ازاي من خلال المؤسسات الدولية؟ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هيدونا قروض منح للمشروعات القادمة ولا لا؟ كل ده هنعرفه من خلال لقائنا مع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بعد هذا التقرير.